بونسوا، انا سام. اغلبكم شاف الفيديوهات عن المشكله بين برهومه وبين احمد ابو الرب، وشفت تعليقات من البعض مثلا مثل مازن وغيره وغيراته علقوا هذا الموضوع، بس اغلبهم ما علقوا بموضوعيه، اغلبهم انحاز لطرف، اغلبهم علقوا بطريقه غير منصفه. وهذا الفيديو راح نوضح مين الشخص الغلطان. قبل لا نبلش بدي طلب من كل بلاد الشام، عشان ما يفكروا انه انا منحاز لبلد معين، تمام؟ بما انه برهومه وكذا مشان انه منحاز، يوصلوا هذا الفيديو ل 5000. واذا مانك مشترك اشترك بالقناه، قناه كثير حلوه. بس اول شيء لازم نشوف كيف بلشت المشكله من انه فيديو، من فيديو برهومه. خلينا الله بعث لي اياكي وكل شيء بحياتي صار احلى. طبعا هذا الفيديو اللي ما بدي زعل اعمل مثل كثير. الافلام. اوكي بس بوعدك انه دير بالي عليكي وخلي كل يوم بحياتك احلى من اليوم اللي قبله. والله العظيم. بس طبعا كله اذا بتخلي لي. شيرين عمارة will you marry me? I promise I'm yours. والله العظيم الفيديو بضحك، يعني انا ما بعرف انه عم يقول انه والله حلبوا للموضوع او ما حلبوا للموضوع، بس الفيديو بضحك. صح هو ما انه حاكي شيء ولا شيء، بس انه عمل رياكشن، واللي بيتابع برهومه وهو بيتابع لبرهوم. هي الفكره، انه هو بيعرف برهوم كل مقاطعه هيك بحاول يقلد محمد عمر اوسو. هذا ممثل عندنا بسوريا اسمه سلط، هو بيحاول يقلده سبحان الله، وشخصيته بتشبهه. يعني المقطع بيضحك وردة فعله هو مقطع يعني لانه اصدقائه، يعني مو انه فيديو عام، يعني فيديو عادي وعم يعمل عليه ردة فعل. لهيك هلا بدنا ننتقل كيف ابو الرب رد على هذا الموضوع. اسمحوا لي احكي شوي، وان كان في جاي بعيد في الموضوع بس مش قادر امسك حالي لازم احكي. احكي لا تحرم. احلب بابداع يا عزيزي صانع المحتوى. اذا اسمك صانع محتوى، بعرفش كيف انت يعني بتقبل حالك تنزل ريل وانت بس هيك تعملش اشي يعني بس حط خطبة الزلمة على الزاوية. مع احترامي لك ابو الرب، بس ثواني، انا هلق ذاكرتي هيك رجعت شوي سنة سنتين لورا، وفي مقطع انا بتذكر شايفه، بس وين تعال نشوفه للمقطع. وين انا شايفه للمقطع؟ في مقطع بيشبه هاد، شايفه انك تحط شخص تحلبه تكي وين تذكرته. هذا شعري كش مالي ذم كش ما بمشطه هي. اسف على المقاطعة، خلص والله هي اخر مرة بقاطعك. كمل شو كان عم يحكي ابو الرب؟ كمل. كيف انت يعني بتقبل حالك تنزل ريل وانت بس هيك تعملش اشي يعني بس حط خطبة الزلمة على الزاوية. الله اكبر. اوه بس كمان هالمرة ابو الرب، بس هالمرة كمان الذاكرة تبعي رجعت شوي هيك سنة مدري سنتين لورا. كمان في واحد شخص مثل ما عم يحكي عليه ابو الرب، حاطط شخص وراه وهو قاعد هيك مثل المزهرية وعامله محتوى. ثواني وين شايف المقطع انا؟ وين تعال ندور عليه. لقيته. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me then or something. والله العظيم بلا بكرهك ولا شيء، بس خلينا منطقيين. انت قاعد عم تحكي انه يا حبيبي احلب باحتراف، تمام؟ انه لا تقعد هيك مثل المزهرية وتحط شخص وراك، تمام؟ مو شخص، فيديو لشخص، تمام؟ هوني وتقعد بس هيك صافي مثل المزهرية. احلب باحتراف ابو الرب حبيبي، بدينك لا تكون منافق. انا بكره المنافقين، تمام؟ يعني قبل ما تنزل هالمقطع ما تذكرت هيك في واحد بيشبهه على القليل؟ الزلمة يعني حاطط خطبة رفيقه حاطه وقاعد عم يحلبها يعني، وعامل رياكشن. بس عدم المؤاخذة يعني، مع احترامي إلك، رغم انه يمكن كانت الساعة 8 مرتك، بس هو ما جايب حاطط مرته وراه وقاعد عم يحلب على مرته يعني. مع احترامي إلك يعني، لا تفكروا انه الكلمة فيها شيء، بس انه المحتوى هذا حاطه وراك وقاعد عم تحلبه برو. ما بيصير يعني، ما بيصير. عرفت كيف انك تحطه هذا؟ يعني لازم انت ترجع بالزمن وتعطيني نصيحة لنفسك. ما بيصير تحط وراه شخص وتقعد مثل المزهرية يعني. عيب. احلب باحتراف يا اخي، احلب باحتراف. ترى هاولياك انت اللي بالمقطع هاد، تمام؟ اذا ما بتحلب باحتراف والله العظيم بجيب لك ابو الرب يعلمك. ها تمام، انا اسف، خلص والله ما عاد اقاطعك، بس هيك الذاكرة بتعرف انت بترجع بالعادي لورا. خلينا نكمل شو عم يحكي ابو الرب. اذا اسمك صانع محتوى، بعرفش كيف انت يعني بتقبل حالك تنزل ريل وانت بس هيك تعملش اشي يعني بس حط خطبة الزلمة على الزاوية. الله اكبر. عيب والله عيب. عيب ما بصير.
انه انت حاط حالك مزهريه في الريل بزبطش. هلا حتقعد تحكي لي احمد امسك لسانك وابصر شو، انا ما بقدر. طيب بكفي يا اخي، بكفي كلياتنا نسلك. انا لما اشوف اشي مو كويس حصير احكي خلص. اذا انا كلامي غلط قول لي، بس انا ما بقدرش اضل اسلك، ما بقدرش بس غلط كلامك كلياته غلط ونفاق بنفاق، غلط بس كمل اسلك يا اخي، تعبت تسليك. عظيم يا برو، حتى انا ما بحسن اسلي. في عندك مازن رد عليك لانه رفيقه برهوم. انا لا رفيقي برهوم ولا رفيقي مازن ولا رفيقي انت ولا جاييني ولا جاييك منهم شيء ولا ابدا ترى يعني. بس انا ما بقدرش يعني سلك، عيب ما بحسن سلك، ما بحسن بزبطش. طبعا. والله صرنا يعني اثنين، لا انا بحسن سلك ولا انت بتحسن تسلك يا خوي. يعني انا تعلمت منك صراحة، يعني ما بيصير تحط مرتك وراك تمام هوني وتعمل فيها محتوى كمان، ما بيصير، ما بيصيرش. عيب يعني على القليل الزلمه حاطط رفيق، يعني رفيقه يعني عادي فيه يحطه هون لرفيقه وما يعمل شيء على فكره، يعني بس هيك يصفن رفيقه بالنهايه. هو ما عم يعمل ردة فعل على واحد ما بيعرفه، لا هذا رفيقه وعم يفرح له وعم يقلد، عم يمثل الزلمه. بس انك تقعد هيك مثل ما انت عم تقول، مثل ما تفضلت طبعا عم تقول انه مثل المزهريه تقعد هون وتحط مرتك هون، لا ما بيصير. عيب يا اخي، عيب تمام، عيب ما بصير. انه انت حاط حالك مزهريه في الريل بزبطش. طبعا اغلبكم عم يحكي انه ليش احمد ابو الرب حكى هذا الموضوع بهذا الوقت. تمام، احمد ابو الرب عنده شركه تبع ترويج بتعلمك كيف انت تصير مشهور وكيف تعمل محتوى، ورغم انه هو غير مؤهل ليقوم بهذا الامر، لانه لقلكم اعطيكم منطقيا تمام، شيلكم عن الضحك. انا ما في شخص يجي واحد يعلمني وهو ما مليونير يعلمنا كيف بدي اصير مليونير. انت احمد ابو الرب انت غير مؤهل لهذا الامر. انت لما عملت صناعه محتوى كان المحتوى العربي قليل اللي عم يصنعوا محتوى، تمام، وكان فيك تنشهر. وانت مثل ما عم تتمسخر على محتواهم انه محتواهم بس تحط شخص وكذا، هذا هو بالاساس اللي شهرك. ولو ما هذا المحتوى انت ما بتنشر اذا بتقدم، تمام، والعالم عرفتك من هذا الامر. اما تيجي تتمسخر عليه بعد وهلا تقول والله غيرت وكذا بس مشان تعمل ترويج للشركه تبعك، على اي اساس؟ انا كل شيء بده يروح على الشركه تبعه في بعقلهم شيء. كيف انت بدك تروح لعند شخص انت ما بتستحق؟ يعني ما عندك هالجمهور القوي، ما عندك هالانتشار القوي، اغلب فيديوهاتك ممكن تجيب مليون مليونين ماكسيموم. هو برهومي اذا بينزل فيديو عن بسكوتة دبي بيجيب فيديو تبعه بيجيب مليونين مشاهدة. وعلى فكرة رغم بأبسط الأمور برهوم إذا بيطلع بيجيب مشاهدات أكتر منك، يعني هو بيستحق يعلم العالم أكتر منك صراحة. رغم أنا لا عندي شيء ضدك ولا شيء، بس الواحد بده يحكي المنطق. أما هي حركات الشاب النيرد اللي لابس نظارات اللي بيتمسخر على العالم وفكر حاله فوق العالم، بطلها هاي. دائما أنت بمحتواك بتفكر حالك إنه أذكى من البشر وأذكى من المتابعين تبعك وبتستقبل المتابعين تبعك، هذا الأمر ما بيصير. لكن بتمنى من أحمد أبو الرب يعتذر على هذا الأمر، وهو كل هذا الأمر عمله بس مشان يركب الترند، بس حاول إنه يركب الترند بطريقة الفيلسوف الإنسان النيرد الذكي العبقري اللي هو خارج الصندوق، تمام، بس مشان يروج للشركة تبعه. طبعا الشركة تبعه صار له مدري قديش عم يشتغل عليه وأم النص، لحد الآن ما شفت مشهور قال أنا انشهرت من وراء أحمد أبو الرب. لهيك حبيبي أبو أحمد أبو الرب بتمنى تزبط سوالفك ولا بقى تعيدها لهاي، لأنه خلقت الله العالم 3/4 أنا بعرفه إنه كرهانتك، وطبعا أنا ما بكرهك، وحتى أنا بتابع فيديوهاتك هلا اللي عم تعملها أنت بتابعها فيديوهاتك والمحتوى تبعك جميل. بتمنى لك كل خير وبتمنى لبرهوم كل خير وبتمنى لمازن كل خير، رغم انه هو جبان هذا مازن. وكل الحب، هذا كان الفيديو اليوم. بتمنى تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وفانزات ابو الرب اذا بدكم فوتوا سبوني عادي، باخذ حسنات منكم ببلاش. ونراكم في فيديو اخر. سي يو. Into your eyes and I knew I was gonna spend my life with you. شيرين، قصتنا كثير حلوة طويلة من وقت ما الله بعت لي إياكي. طفي الكاميرا.